السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم وفصل جديد من المسرحية البايخة اللي مش عايزة تخلص في مصر. العرض اليومي هجوم أهل الضلال على أي حد يقول قال الله وقال الرسول. الفترة اللي فاتت شفنا المعركة اللي دارت علشان فدوى مواهب معلمة الأطفال بتقول لهم إن ماما ما ينفعش تشوفك بالهوت شورت. مين فدوى مواهب؟ فدوى مواهب كانت مخرجة فيديو كليب وإعلانات من 10 سنين، التزمت ودرست قرآن وفقه وأحاديث، وفي الفترة الأخيرة بدأت تعلم الأطفال، ومش أي أطفال المدارس الانترناشونال اللي احنا كنا خايفين عليهم لأنهم ما بيدرسوش الدين. فهي الست حبت تسد العجز ده، يقول إنها من الطبقة دي فهي عارفة إزاي تكلم الأولاد عربي وإنجليزي، بتوصل لهم، تقرأ القرآن قراءة جميلة، والأحاديث بتقول آراء فقهية هي قول للعلماء، ما بتقولش من نفسها. فدوى مواهب اتكلمت مع الأطفال عن الأنبياء، عن بر الوالدين، عن الصلاة، عن العبادات، عن الأخلاقيات، مواضيع كتير جدا. لكن لأن الفيديو الأخير كان فرصة وصيد عظيم ما صدق تلقفوا الأبالسة اللي بيعيشوا حوالينا وظهروا على السوشيال ميديا، هي كانت دراستها ايه، ويتكلموا ويقروا قرآن وأحاديث مش عارفين يقروها أساسا. ردت عليهم فدوى مواهب رد راقي محترم، قالت لهم والله أنا درست كذا وكذا وكذا، والكلام اللي بقول ده رأي الفقهاء. طبعا ما حدش سمع. استمرت الحرب الشعواء، وكانت قمة المهزلة هي ظهور نهاد أبو القمصان المحامية، المفروض الست اللي تكون بتتكلم بالقانون وبتسمع الخصم. ما سمعتش الفيديو بتاع فدوى مواهب. ظهرت نهاد أبو القمصان تقول ازاي، يعني هي كأنها بتقول للبنات انت كده لما تلبسي الهوت شورت مامتك وباباكي هيتحرشوا بيكي ويعتدوا عليكي لانك هتكوني مغرية بالنسبة لهم. وقعدت تهبل كلام ما قالتوش فدوى مواهب من الأساس، ما تعرفش هي جايباه منين. حاجة تانية كانت غريبة قوي، الجماعة العلمانيين اللي مش عاجبهم فدوى مواهب قالك ده بتقول للناس الحجاب وقال الله وقال الرسول وبناتها مش لابسين حجاب. غريبة قوي، مش انتوا اللي كنتوا ضد ان حد يجبر ولاده على لبس الحجاب؟ طيب الست بالتأكيد هي أكتر حد عاوزة لولادها الخير، أكيد قالت لهم إن ده غلط ودعتهم للبس الحجاب، لكن هي ما أجبرتهمش. يعني المفروض ده يكون موقف يعجبكم يعني، لكن لأنكم دايما مغرضين ولأن أي حاجة هتتقال انتوا ضدها، فنعوذ بالله منكم. احنا واخدين بالنا قوي منكم ومن الدور القذر اللي انتوا قايمين بيه. انتوا مفضوحين قوي لما بتقروا آية أو تقروا حديث، انتوا مفضوحين بجهلكم، لكن الشيطان مزين لكم اللي بتعملوه. إن شاء الله ربنا يرد كيدكم في نحوركم، ويا رب يصلح حال أولادنا ويهديهم للخير، ويا رب تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب للقناة، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر يهمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.